عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنعمل النهارده جايبين لحمه كده هنعملها مع بعض. فيها ريش كده، هنسلقها مع بعضنا كده وهنعمل شويه رز بشعريه، وهنعمل صينيه بطاطس، وهنعمل شويه ملوخيه. يلا بينا نشوف الطريقه ازاي. اللي ما يعرفنيش، قناه وصفات طبخ فلاحي مع ابو مريم، يا ريت تخشوا كده تشرفوني وتنوروني وتشوفوا فيديوهاتي، ويا رب اكلي اللي انا بعمله يعجبكم. يلا بينا نشوف هنعمل ايه النهارده يا حبايبي. جايبين لحمه كده هنعملها مع بعض، نشوف هنعملها ازاي. اهي اللحمه اهي، وفيها حتتين ريش كده. هنعلق بقى على الميه، نحط الميه على البوتاجاز تسخن ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. الميه بتاعتنا غليت اهي يا حبايبي. انا معايا قطايه ومعايا بصلايه ومعايا شويه ورق لورا، وهنحطهم كده في الميه عشان نسقط فيها اللحمه بتاعتنا. وهنسقط اللحمه كده، نحطها كده بقى تنسلق. وهنعمل جنبها شويه بطاطس، شويه ملوخيه. هنحط لها بقى شويه توابل كده، نحط معلقه توابل كده كبيره، التوابل بتاعه اللحمه. وهنحط شويه فلفل اسود بس، مش هنحط اي حاجه تانية. نغطي عليها بقى ونسيبها كده ايه تستوي مع بعضها كده براحتها. ويوم ما تستوي بقى ان شاء الله كده نرجع نشوف هنعمل ايه. هنعمل بقى يا حبايبي النهارده صينيه البطاطس. احنا قشرنا البطاطس بتاعتنا كده وخرطناها، هنحطها في الصينيه. هنحطها في الصينيه كده، ومعانا بصلايه كبيره، ومعانا فصين توم، ومعانا قرن فلفل. هنحط كده كله على بعضه، وهنخرط الفص التوم، نخرطه كده على البطاطس وعلى البصل. خرطه كده حتت صغيره معانا. ونخرط القرن فلفل، معانا قرن فلفل حامي. اللي عايز يحط برضو قرن فلفل رومي مش مشكله، يحط عادي يعني. ونحط بقى الطماطم بتاعتنا. هنحط بقى التوابل بتاعتنا. هنحط معلقه بهارات كده، ومعلقه فلفل اسود، وهنحط معلقه ملح، وهنحط شويه كمون. نحط بقى معلقه سمنه وخلاص على كده. طيب يا حبايبي، وكده وحطينا السمنه بتاعتنا، هنحطها بقى كده في الفرن. نحطها بقى كده في الفرن ايه تستوي من تحت، وبعدين لما تستوي نبقى نولع على الشوايه. هنعمل بقى يا حبايبي النهارده شويه رز بشعريه كده. احنا حطينا هنعمل النهارده يا حبايبي شويه رز بشعريه كده. حطينا معلقه سمنه وشويه زيت، وحطينا الشعريه بتاعتنا بقى نقلبها كده لحد ما تحمر. والبطاطس بتاعتنا في الفرن، واللحمه على البوتاجاز. انا كنت اعمل اللحمه برضو كده طاجن، بس هما قالوا ايه الجو حر، احنا مش عايزين اللحمه بصلصه، احنا عايزين اللحمه مسلوقه عشان عايزين شرب. فسلقتها بقى، كنت عايزه اعملها كده في طاجن بطماطم كده واحط عليها البطاطس، بس هما قالوا لا. هنعمل بقى شويه ملوخيه كده مع بعض برضو، وصينيه البطاطس. والرز بتاعنا بقى بنعمله اهوت. الشعريه بتتحمر اهي، تنينا بقى نقلب فيها لحد كده ما تتحمر. متنسونيش بقى بالله يا حبايبي كده، واللي اول مره يشوفني يشترك في القناه يشرفني كده وينورني، ويخش يشوف الفيديوهات بتاعتي، وما ينساش اللايك.
خليني بقى نقلب كده لحد الشعريه ما تحمر. مش عايزه اطول عليكم في الفيديو، احمرها وارجع لكم. اهي يا حبايبي الشعريه بتاعتنا حمرت اهي، بس احنا عايزين نحمرها شويه كمان. نحمرها بس مش هنغمقها، عشان الحاجه لما بتحمر قوي بتبقى مرره، فهنخليها حمرا كده، بس ايه مش الحمار اللي هو حمرا قوي يعني، في المعقول كده. والرز بتاعنا معانا كده اللي هو الرز المصري بتاعنا غسلينه كده ومصفينه من الميه. هنحطه بقى على الشعريه مرة اهي. نحط بقى الرز بتاعنا. يا حبايبي زودنا ميه اهوت، هنحط له بقى الملح بتاعه. نحط معلقه ملح كده، نلم كده اللي على حروف الحله عشان ما يبقاش طري. نغطي عليه بقى، وما يغلي نوطي عليه لحد ما ينشف، وبعدين ايه نقلبه يبقى كده استوى خلاص. لما يستوي برضه هنرجع لكم برضه ونوري. اهو يا حبايبي الرز لسه بينشف اهو، هو لسه مستويش، هو الميه نشفت وانا وطيت عليها اهو بقى ينشف كده براحته. نبص على اللحمه برضه كده، اللحمه لسه بتغلي اهي، لسه مستوتش اهي. موطين برضو عليها البوتاجاز كده تستوي براحتها، وصينيه البطاطس بقى في الفرن. هنعمل شويه ملوخيه معاكم بقى، بس ايه مش هنصور، ما هنعملهم بقى، احنا عملنا الملوخيه كذا مره على القناه، فمش هنعملها بقى المره دي نصور، هنعملها كده مع نفسنا. الرز ده يا حبيبي الرز بتاعنا استوى اهوت، لسه طافيه عليه حالا اهو. ودي اللحمه اهيت، هنغرب بقى كده. ودي الملوخيه اهي، وصينيه البطاطس هنغرب البطاطس اهي. هنغرب بقى الاكل اهو يا حبايبي. الاكل رصيناه اهوت، عملنا بقى الرز بشعريه، حطينا جنبه كده اللحمه وصينيه البطاطس كده هنفرغ منها. فرغها كده في الطبق. اهو قولوا لي بقى ايه رايكم في الاكل الجامد دوت. يا رب اكلنا النهارده يعجبكم. الملوخيه بتاعتنا والبطاطس والرز بشعريه، وحطينا كده اللحمه سلقناها وحطيناها كده جنب الرز. يا رب اكلنا النهارده يعجبكم. ما تنسونوش بقى باللايك والشير واشتركوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.